يوم بالليل بنقعد سهرانين على فيديوهات نون هال وناس بتعمل شي ان هال، وبره مصر بيعملوا فيديوهات امازون فاينز وبتنتشر بسرعه جدا. تفتكروا ليه نوعيه الفيديوهات دي بتتشاف بسرعه وبتجات فايرل؟ نوعيه المحتوى دي اسمها discovery based content، وده يعني ايه؟ يعني ناس عاديين جدا شبهنا طلعوا اتكلموا عن برودكت اكتشفوه على بلاتفورم زي نون، امازون او حتى شي ان، وقالوا رايهم فيه بكل صراحه والمشكله اللي كانت بتواجههم قبل ما البرودكت ده يحلها. بالتالي انت حسيت ان انت بتعاني من نفس المشكله، فبقى عندك فضول ان انت تجرب نفس المنتج. اللي كنت اقصده ان الناس دي عاديين وناس شبهنا، ان انت بتحس ان ده مش اعلان، فبالتالي ان محدش بيضحك عليك. انت بقى كبزنس اونر تستفيد من ده ازاي؟ اول حاجه لازم تشتغل على الديسكفري بيزد كونتنت. الناس لما بتيجي تعمل لك هول او تتكلم عن البرودكت بتاعك لازم تريبوست الفيديو ده تقدر تطلبه من اللويال كاستمر بتاعك بكل سهوله. غير كمان ان انت ممكن تطلع بنفسك تتكلم ان انت اكتشفت ان البرودكت بتاعك حللك مشكله في حياتك الشخصيه عادي. دي مهمه لازم تبقى فاكرها، ركز على الفايده والمشكله اللي البرودكت بتاعك هيحلها قبل ما تركز هتبيع بكام. لازم كل اعلان يبقى فعلا اعلان، ممكن تتكلم عن تجربه معينه هي اللي تخلي البرودكت بتاعك يتشاف ويجات فايرال اكتر.